رمضان ما بقاش كيف كان اخويا. كيفاش الكلمه بصح غالبا فاش كنا صغار كنا كنربطوا رمضان مع بزاف ديال الطقوس اللي بعض منها دينيه وبعض منها ثقافيه وبعض منها فنيه. وفي صغرنا غالبا رمضان كان متعلق بزاف ديال الوجوه اللي مثلا كنا كنشوفوهم في التلفازه ولا بعض المسلسلات اللي كنا كنتفرجوا فيهم، بحال المسلسل ديال دار الورثه مثلا لبنانه. ودابا بدينا كنقولوا تبدل، ولكن واش هادشي حقيقه؟ الدماغ ديالنا غالبا بسبب النوستالجيا كيربط رمضان والطقوس ديالو بذكريات ديال الطفوله، الحوايج اللي حلينا عليهم عينينا وشفناهم. وهادشي بزاف ديال الشركات وبزاف ديال الاذاعات كيحاولوا انهم يكابيتاليزيو عليه وانهم يستخدموا ديك النوستالجيا باش انهم يقدروا يبيعوا بزاف ديال المنتجات. علاش كنشوفوا بزاف ديال المسلسلات بداو كيرجعوا، وفي نفس الوقت حتى كنشوفوا بزاف ديال المنتجات كيتم التسويق ديالهم بهذه الطريقه هذه. ولكن هادشي واش كيعني ان بصح رمضان مابقاش عنده الحلاوه ديالو؟ انا كنقول بيان سور كو انا بسبب هاد الاطفال اللي كيعيشوا حاليا الا سولتيهم غادي يقول لك لا، رمضان هو هذا اللي كنعيشوا حاليا ديال 2026 من 2023 دابا من 2022 دابا، حيت حلينا عينينا على واحد الحاجه وترسخات لينا واحد الحاجه بسبب النوستالجيا. اغلبيه الاوقات ما كيكونش داكشي بحلاوه اللي تنفكروا بها، حيت ديك الساعه كنا كنعيشوا بواحد الطريقه اخرى، ولكن دابا كنتفكروا غير الحوايج الزوينين. كنتفكروا بعض الاحيان الناس اللي مشاو وماتوا وتوفاو الله يرحمهم، بعض المرات كنشتاقوا لهذيك الوقت الخاوي واننا كنا مازال تنقراو ومازال ما عندناش بزاف ديال المسؤوليات، وهادشي حتى هو كيلعب واحد الجانب. وفي نفس الوقت كنتوحشوا حتى الامور انها كانت كتبان لنا بواحد البساطه ما بقيناش كنشوفوها دابا. دونك التغيير ديالك ما كاينيش ان رمضان كامل تغيير، ولكن كاين وجهه نظر ديالك للحياه تغييرات. وهادشي علاش كنسمعوا بزاف